درس ليس باللغة، درس في اللغة الأكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشع، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إليه فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمون، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر. قال: فاجتمعنا إليه فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الأنبياء أوجب الله عليهم أن يدلوا شعوبهم على الخير، يدلوهم على طرق الخير، طرق الوصول إلى الجنة، والطريق واحد. إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قوله صلى الله عليه وسلم وينذرهم شر ما يعلمه لهم فيه دليل على أن كل أمة معرضة للشر، وإن كانت خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة والحمد لله خير أمة أخرجت للناس. فالقرآن الله جل وعلا تكلم فقال: كنتم خير أمة، فلا نحتاج لمن يقول لنا لستم بخير أمة، إنما نحن أفضل الأمم ولو كره الكافرون. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونه. هذه الأمة أيها الإخوة كان سلفها صالح، كان سلفها على النهج الصحيح الذي رسمه إمامهم وإمام المرسلين محمد بن عبد الله. لكن قال صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها، والحديث عند مسلم: بلاء وأمور تنكرونها. بلاء وأمور تنكرونها اسمان. قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. بلاء
لكن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال أمور تنكرونها، هذا محط هذه الكلمة، أمور تنكرونها، يعني أمور لا يقبلها قلب المسلم، لا تقبلها الفطرة. لماذا؟ لأن هذه الأمور أيها الإخوة سبب ذل وهوان. هذه الأمور غريبة عن شريعتنا، غريبة عن نهجنا. وروى مسلم أيضا من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته، ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون أو يقتدون بهديه ويأخذون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. ما من نبي قبله إلا كان له من أمته حواريون، علماء أصحاب، حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، وهم الصحابة جلوا عن العرفان. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني بقايا من الناس من هؤلاء. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، والحديث عند مسلم، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث خرج مسلم في الصحيح، لفظه عام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له أصحاب أو حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. الله أعلم من هم هؤلاء الخلوف، لأن الله عام خلوف، الله أعلم من هم، لكن هم خلوف، يعني هم متخلفون عن النهج الأول. هذا الحديث عام. روى الحاكم في المستدرك أيضا عن ابن مسعود لفظا يخصص، عام يخصص بحديث آخر. روى الحاكم في المستدرك حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم يكون عليكم أمراء سفهاء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لا إيمان بعده. وخلق تبين منهم خلق. ثم روى أبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، وإسناده صحيح: سيأتي على الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء يقدمون خيار ويظهرون بشراركم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. لا يأتين على الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء يقدمون خياركم
أو يقدمون شراركم ويظهرون بخياركم، يعني يجعلون الأشرار في منصب الأخيار وينفون الأخيار. والآخرون الصلاة عن مواقيتها، الظهر والجمعة كانت أن تصلى بعد المغرب، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا إيمان بعده. وروى الترمذي بالسنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لعن، أو قال أبو هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. هذه الأحاديث أيها الإخوة طرف يبين لكم صفات آخر الزمان، صفات آخر الزمان. معلوم عند جميع الناس أن الساعة قد اقتربت، لكن ليس بمعلوم عندهم أن هذه المرحلة التي نعيشها الآن مرحلة شؤم وهوان وذل وخزي وعار. روى أحمد وابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما دينكم؟ إسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لكن دينكم أمر آخر، دينكم أمر آخر تفصيل في هذا الدين. روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير الذي هو الإسلام، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله هل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت يا رسول الله ما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء تنكرونها. قال وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، يا رسول الله صفهم لنا. قال قلت يا رسول الله فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت إن لم يكن لهم إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل الشجرة فيدركك الموت وأنت على ذلك. عن حذيفة قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسأله عن الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. معرفة الشر يعني من العواصم، من العواصم من القواصم. معرفة الشر يعصمك من الوقوع فيه. قال قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، جاهلية وشر
شاء الله بهذا الخير. الإسلام، أي خير أعظم من الإسلام لو كانوا يبصرون. فهل بعد هذا الخير أيها الإسلام من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. فيه دخل. الدخل من الدخان، والدخان يعكر صفو الشيء، أي أن هذا الخير هو خير لكنه ليس بخير محض. فيه دخل أي فيه أمور تعكر صفوه. قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. من هم هؤلاء الدعاة؟ سنتبينهم شيئا فشيئا. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا. قال من جلدة عرب يتكلمون بألسنتهم، ينطقون بالعربية، عرب وينطقون بالعربية. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء الدعاة أيها الإخوة هي هذه المرحلة البائسة التي نعيشها. لماذا؟ مرحلة الدعاء على أبواب النار تأتي بين مرحلتين. تأتي هذه المرحلة بين الخير الذي فيه دخل وبين الدجال. الدجال لم يأتي بعد. الخير الذي فيه دخل انتهى أمره، بل انتهى بدخول الملك العظيم والملك الجليل. انتهى الخير، وإن كان بقي لكن هذا الخير منذ دخل الملك الجبري انتهى. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن موقوفا على أنس بن مالك من كلام أنس. قال أنس بن مالك يكون عليكم الخلفاء ثم يكون الأمراء ثم الطواغيت. يكون الخلفاء ثم الأمراء ثم الطواغيت. وروى البخاري وإسناد البخاري معلوم عن حذيفة موقوفا قال كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فهو الكفر بعد الإيمان. حذيفة صحابي قال كان النفاق على عهد رسول الله، أما الآن فهو الكفر بعد الإيمان. هذه المرحلة أيها الإخوة فقهها واجب، فهمها وفهم خفاياها واجب. لماذا؟ لأن الإنسان كما قال الإمام الشافعي اللهم رزقتني الإسلام من غير مسألة فارزقني الجنة وأنا أسأل. اللهم رزقتنا الإسلام من غير مسألة فارزقنا الجنة ونحن نسألك. هذا الدين أيها الإخوة رأس مالنا. إذا فرطنا فيه فرط الله فينا، إذا تركناه تركنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. من أسباب تأخر الأمة الآن وذلها عدم الفقه وعدم المعرفة لهذه المرحلة. الدليل روى أحمد وابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف
حتى يعبد الله. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وعزت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، عن ابن عمر ليس عن أنس. قال: فلست بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرزق قال تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الزمان زمن الذل والهوان، سببه الأعظم والأكبر ترك النهج الذي سار عليه المتقدمون شيء، والنهج الذي يسير عليه المتأخرون أمر آخر. همم المسلمين وللأسف البطن والفرج. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة عن أكثر من يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. الحديث صحيح. حديث حذيفة الذي ذكرت قال: دعاء يعني أقوام يدعون إلى النار، يدعونني لأشرك بالله العزيز الجبار. قال: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وصفان: من جلدتنا عرب يتكلمون بألسنتنا ينطقون بالعربية. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بلفظ آخر عن سبيع بن خالد تابعي، عن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة فجلبت منها دواب، فإني لفي مسجدها إذ دخل رجل قد اجتمع الناس عليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: حذيفة بن اليمان. فجلست إليه. سبيع بن خالد جلس إلى حذيفة، قال: فجلست إليه فقال: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي كنا فيه؟ أرأيت الإسلام يا رسول الله، هل كان قبله شر وهل يأتي بعده شر؟ قال: نعم. هل كان قبله شر وهل يأتي بعده شر؟ هل كان قبله شر؟ سؤال استنكاري لأن الشر معلوم، الجاهلية شر. قال: وليأتي بعده شر، هذا هو محط بحثنا. قال: نعم، يأتي بعده الشر. قال: قلت: يا رسول الله، فما العصمة منه؟ قال: السيف. قال: فما العصمة من هذا الشر؟ قال: السيف. في حديث ابن عمر: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصبر على من خالف أمري. قال: فما العصمة منه هذا الشر؟ قال: السيف. فإذا تركت العصمة اجتمع ذل وشر، وإذا اجتمع الذل والشر لا مكان للحديث عن ازدهار وتطور في هذه الأمة. لما روى الدليل ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة الإجابة، بشر هذه الأمة بالسلام والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له الآخرة نصيب. سبحان الله،
ما الرابط الذي يربط بين أول الحديث وآخر الحديث؟ بالنظر ليس هناك رابط. قال بشر هذه الأمة بالسلام والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، ثم قال ومن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا. ما دخل عمل الآخرة والنصر والتمكين؟ قال من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. دل آخر الحديث على ما يدل عليه الأول. دل آخر الحديث على أن العمل الآخرة للدنيا سبب للذل. بشر هذه الأمة بالسلام والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. ومن عمل منهم، يعني من عمل من هذه الأمة عمل الآخرة للدنيا، لا نصر لا سيادة لا قيادة ولا ريادة. سبحان الله، الغوص في المعنى أكثر. مثال، قد يأتي أحدنا مثلا يصلي ليقال مصلي رياء مصلى، لكن هل يضر بالأمة؟ لا يضر قطعا. متى يكون الضرر على الأمة؟ إذا كان جمهور العلماء الأمة، إذا كان جمهور الأمة يعمل عمل الآخر، عمل الآخر للدنيا، ما عمل الآخر الصلاة والصوم والزكاة والحث على الدين والدعوة وكذا، لكن للدنيا ليس للآخر. عمل الآخر في ظاهره عمل آخر لكنه لدنيا لمال إلى غير ذلك. ومن عمل من عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا بالنسبة له هو، بالنسبة له لم يكن له في الآخرة نصيب. لكن بالنسبة لهذه الأمة بشرها بالذل والهوان. إذا عمل جمهورها عمل الآخرة للدنيا. سبحان الله. أعود إلى الحديث. قال يا رسول الله فما العصمة منه؟ هذا الشرط. قال السيف. قلت ما الذي يكون بعد السيف؟ قال هدنة. قلت فما يأتي بعد السيف؟ قال هدنة. سيف يعني قتال، كناية عن قتال. هدنة. قال يا رسول الله ما بعد الهدنة؟ ما بعد الهدنة؟ قال دعاة الضلال. فإن تمت يا حذيفة أو فإن رأيت خليفة فالزمه وإنك ظهرك ضربا وأخذ ماءك. وإن لم يكن خليفة فالهرب حتى يأتيك الموت وأنت عاض بأصل شجرة. قلت فما بعد ذلك يا رسول الله؟ قال الدجال. قلت وما الذي يأتي به الدجال يا رسول الله؟ قال يأتي بنار ونهر. يأتي بنار ونهر، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت فما الذي يكون بعد الدجال يا رسول الله؟ قال لو أن أحدكم أنتج فرسه لم يركب مهرها حتى تكون الساعة. خرج الدجال؟ لم يخرج الدجال إجماعا، لم يخرج الدجال. لكن ما قبل الدجال؟ قال دعاة الضلال. قال يا رسول الله بعد هذا الخير إن شاء الله؟ قال نعم. قال فمن يسقط منه؟ قال السيف. خرج هذا الشر، خرج هذا الشر. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخلف أبو بكر فارتد الناس. ارتد الناس، ليس هذا شر قطعا. من عصمة منه؟ كيف تمكن أبو بكر؟ السيف، لأنه كان يعلم مقتضى الحديث. قال السيف. أبو بكر جاءه عمر وجمهور الصحابة قالوا يا أبا بكر أتقاتل الناس على الزكاة؟ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عنه في حروب الردة. طبق أبو بكر
ثم قال: فما الذي يأتي بعد السيف يا رسول الله؟ قال: هدنة. اتفاقيات. السيف تقريبا استمر من ذاك الزمان إلى ما بعد بنتين يا شيخ الإسلام. استمر على ذلك، لكن انتهى هذا الزمان فجاء الاتفاقيات، الهدنة. قال: فما الذي يكون بعد السيف؟ قال: هدنة. هذا يهادن هدنة، أو هذا إن يتفق اتفاق. هذه الهدنة، هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات السلام. اتفاقيات السلام. ما الدليل على أن اتفاقيات السلام؟ قال: العصمة والسيف. ما بعد السيف؟ قال: هدنة. ما هي الهدنة؟ هي التي تعصم من السيف على أعين أو عند البشر. عند البشر العاصم من السيف هي الهدنة. فقاموا بإبرام الاتفاقيات. غزة والصهاينة بين العراق والأمريكان، بين تونس وفرنسا وليبيا وغيرها وإيطاليا، اتفاقيات أمن وأمان ظاهرها الصحة وباطنها البطلان. قال: فما بعد الهدنة؟ قال: دعاة الضلال. يعني انتهت الهدنة، هذه الاتفاقيات انتهت اتفاقيات السلام، انتهت مواثيق الأمن والأمان. قال: ما بعد الهدنة؟ قال: دعاة الضلال. انتهت الهدنة، الدجال لم يخرج. ما بين الدجال والهدنة ما هو؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: دعاة الضلال. فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن نهك ظهرك ضربا وأخذ مالك. هذه ظهور كما قال شيخ، هذه ظهور. وإن نهك ظهرك ضربا وأخذ مالك. وإن لم يكن خليفة فالهرب حتى يأتيك الموت وأنت عاض بأصل شجرة. سبحان الله. قلت: طبعا بعد ذلك قال: الدجال لا يهمنا الأمر. نحن ندرس الآن هذه المرحلة التعيسة، مع أن الكثير للأسف من الحمقى المغفلين يعني يعرض عن الحقيقة، يعلم الحقيقة لكن يعرض عنها لخفة في عقله. يعلم أنه على خطر ولا يعترف بذلك، وهذا يعني مما يكدر صفو هذه الأمة المباركة. ثم لفظ آخر لنفس الحديث. اللفظ الأول رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. اللفظ الثاني رواه ابن أبي شيبة في المصنف. لفظ آخر لابن أبي شيبة عن حذيفة. لفظ الثالث قال: كان النبي يسأله الناس عن الخير وكنت أسأل عن الشر، وعرفت أن الخير لم يسبقني. يعني عرفت أن الخير مقدر لي فلن يسبقني، وعرفت أن الخير لن يسبقني. فقلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير يكون بعده شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا رسول الله، أرأيت هذا الخير هل يكون بعده شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. وإسناده صحيح. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف شيخ الإمام مسلم. قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير؟ يعني أنا يا رسول الله، أنا أسألك عن هل بعد هذا الخير شر أم لا؟ تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ما دخل الإجابة. أنا أسألك عن شر وخير، ما دخل كتاب الله؟ سبحان الله. قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
بعد أن كرر 3 مرات قال فتنة وشر. قال يا رسول الله هل بعد ذلك الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا رسول الله هل بعد ذلك الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا رسول الله هل بعد ذلك الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. في المرة الرابعة قال يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاء على أبواب النار، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على الجدر خير لك من أن تتبع هذا. بدأ الأمر ينكشف عن هؤلاء الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال شر، قال ثم شر، يعني أجابه عن الشر. لكن للسائل أن يسأل لماذا قال تعلم كتاب الله اتبع ما فيه. لأن المرحلة الأولى الشر المحض الذي يعني قبل الإسلام كان شر محض، ثم جاء خير الذي هو الإسلام، ثم جاء خير أو جاء شر، ثم جاء خير فيه دخل. في اللفظ الآخر قال ما العصمة منه؟ قال السيف. انتهى الأمر، انتهت الهدى، يأتي شر آخر ما العصمة منه؟ قال تعلم كتاب الله واتبع فيه. الشر الأول العصمة منه السيف، الشر الثاني الذي يصبح الدجال العصمة منه تعلم كتاب الله واتبع فيه. تعلم كتاب الله واتبع فيه. هذا ربط الألفاظ هذا ليس من هذا، ربط الألفاظ هذا بذاك مع استنباط المعاني يخرجكم على 5 مراحل، وهي ما يسمى بمراحل الدعوة الدينية. شر محض ما قبل الإسلام، خير محض ما قبل فترة النبوة وفترة الخلافة الراشدة، ثم شر آخر، ثم خير لكن فيه دخل، ثم شر آخر. هذا الشر قال لا يصدق المسلم، هذا الشر قال تعالى كتاب الله لا يحل فيه. بدأ الأمر لكم ينكشف شيئا فشيئا. دعاء على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها. قالوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فدل على أن هؤلاء لا يتعلمون كتاب الله ولا يتبعون ما فيه، وإن تعلموا كتاب الله فلا يتبعون ما فيه. لماذا؟ لما روى الطبراني في المعجم الكبير والإمام أحمد وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن أكثر منافق أمتي قراء، إن أكثر منافق أمتي قراءها، وفي رواية أكثر منافق أمتي قراءها. يعني